الأسعار كل يوم بحال، مش عارفة تحطّي budget عشان تشتري الأجهزة الكهربائية بتاعتِك. تعالوا النهارده نعرف أسعار الديسبنسر وإيه أفضل ديسبنسر سنة 2023 بعد زيادة الدولار وصوله ل30 جنيه. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي فاطمة، باعمل فلوجات وريفيوهات كتير. مش تنسوا تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير كتير للفيديو عشان أكبر كم يستفيد من القناة. الهدف من القناة الأساسي إنِّك تحطّي budget للأجهزة الكهربائية بتاعتِك، وكمان تعرفي الأسعار وتعرفي إيه هو أفضل ماركة للمنتج اللي أنتِ عايزة تشتريه. يالّا بسرعة تعالوا نبتدي الفيديو بدون رغي كتير. وأول dispenser معانا وهو white whale 2 حنفية وسعره 7300. الdispenser اللي بعد كده هو ماركة كولدير 2 حنفية ولونه أسود وسعره 4620. ده بيبقى بتلاجة. الديسبنسر بعد كده وهو برضه ماركة كولدير 2 حنفية سيلفر، يعني نفس التاني بالضبط، بس ده التاني كان أسود ده سيلفر وسعره 4620. وبرضه ده تلاجة مش كابينة. الماركة اللي بعد كده وهي برضه ماركة كولدير 2 حنفية، بس الفرق بينها وبين اللي قبليها إن دي قارورة داخلية وسعره 5170. الديسبنسر اللي معانا بعد كده وهو برضو ماركة كولدير 2 حنفية وسعره 4290، وهو بيبقى لونه اسود زي ما انتوا شايفين كده. بس ده بيبقى كابينة مش تلاجة. تعالوا بقى نشوف اللي بعد كده وبرضو ماركة كولدير 2 حنفية وسعره 4290، هو زي التاني بالظبط بس ده اسود وده سيلفر، يعني الاتنين زي بعض بالظبط. والكالورة علوية زي ما انتوا شايفين كده، يعني مش سفلية. تعالوا بقى نشوف الماركة اللي بعد كده وهي برضو ماركة كولدير 2 حنفية لونه أبيض وسعره 3774. برضو القارورة علوية مش سفلية. تعالوا بقى نشوف الديسبنسر اللي بعد كده وهو ديسبنسر بساب. القارورة من فوق عادي جدا وسعره 3249. الديسبنسر اللي بعد كده وهو برضو بساب وسعره 3249، وبيبقى 3 حنفية. الديسبنسر بقى اللي بعد كده هو برضه بساب بس كالورة داخلية وسعره 2915. الماركة بقى اللي بعد كده وهي ماركة فريش، هي 3 حنفية وسعرها 3585. وهي بتبقى كابينة مش متلجة. لا أنا آسفة، ده بتلجة. الماركة اللي بعد كده بقى ده فريش. آم، 2 حنفية لونه أبيض زي ما انتم شايفين وسعره 3136. الماركة اللي بعد كده برضو فريش 2 حنفية وسعره 3548. وزي ما انتوا شايفين كده بتبقى الزراير مش من فوق، بتبقى الزراير من تحت زي ما انتوا شايفين كده. الماركة اللي بعد كده وهي ماركة تورنيدو وسعره ب5740، وهو بيبقى 2 حنفية وتاتش وبيبقى فيه تلاجة. وانا بحب ماركة تورنيدو جدا بالذات في الديسبنسر، بصراحة ابدعت في الديسبنسر ده. والكالورة علوية زي ما انتوا شايفين كده. الماركة اللي بعد كده وهي وايت بوينت وهي بيبقى 3 حنفية وسعره 4939. والقالورة من فوق مش سفلية، وكمان الزراير من فوق كده، وفي ناس بيحبوا الزراير تبقى من فوق علشان الأطفال مش يعرفوا يلعبوا فيها. ده بيبقى شكله بالشكل ده ولونه سيلفر طبعا. المبرد اللي بعد كده وهو برضو وايت بوينت. وهو بيبقى 2 حنفية وسعره 2915. زي ما انتم شايفين كده، انتوا هتقولوا فين الزراير؟ هي بتبقى كابينة بتتفتح كده، يعني هما ليها باب. بس أنا مش عارفة ليه أنا مش صورتها لكم فتحتها، يعني مش جات في دماغي. بس هي القالورة بتبقى من فوق كده وبيبقى ليها باب كده بتتفتح، طب برضو علشان العبث بتاع الأطفال. الماركة اللي بعد كده وهي بيرجن تبقى 2 حنفية كابينة وسعرها 5775. تعالوا بقى نشوف الماركة اللي بعد كده وهي بيرجن برضو 2 حنفية سعرها 4290. الماركة اللي بعد كده وبرضو بيرجن لونها ذهبي زي ما انتوا شايفين كده، تبقى 3 حنفية وسعرها 4290. كل ده بيبقى حافظة يا جماعة.
يبقى من تحت حافظة مش تلاجة. تعالوا بقى نشوف اللي بعد كده، وبرده بيرجن 3 حنفية ولونه أسود وتاتش زي ما أنتم شايفين كده، وسعره 5060، وهو ليه باب زي ما أنتم شايفين كده، يعني الحنفيات بتبقى مستخبية. وبرده الديسبنسر اللي بعد كده وهو بيبقى لونه أحمر بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وبرده ليه باب كده وسعره 5379. وبرده في منه اللون الفضي ونفس الموضوع وليه باب كده، الحنفيات مستخبية، والقالورة من فوق وسعره 5379، وهو بيبقى 3 حنفية. البراند اللي بعد كده وهو بيبقى فيليبس، وسعر فيليبس 4730، وهو بيبقى 3 حنفية. تعالوا بقى نشوف البراند اللي بعد كده وهو باناسونيك، وهو بيبقى 3 حنفية وسعره 4975، وبرضو القالورة علوية، وبرضو ماركة باناسونيك رائعة. تعالوا بقى نشوف الماركة اللي بعد كده وهو باناسونيك برضو اسود في فضي وسعره 4617، وبيبقى برضو 3 حنفية. في ماركة بقى اسمها وينجز، ودي بتبقى 3 حنفية، وهي بتبقى ماركة مش غالية أبدا عشان مش معروفة، وسعرها 1760، والقالورة علوية. الماركة اللي بعد كده وهي ماركة جراند، سعره 2677، وهي بتبقى 2 حنفية، وفي ناس كتير بتلجأ ان هي تشتريه علشان سعره بيبقى قليل شوية بالنسبة للديسبنسرات التانية. لونه أبيض زي ما انتوا شايفين كده. الماركة اللي بعد كده وهي ماركة ويجز برضو 3 حنفية وسعرها 1760. الماركة اللي بعد كده وهي ألترا، وهي بتلاجة وسعرها 1771. والماركة اللي بعد كده وهي وايت ويل وسعرها 1137. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. الهدف من الفيديو الأساسي إنك تحطي بادجت للأجهزة الكهربائية. يا رب بقى لو استفدتي من الفيديو مش تنسي تشتركي في القناة وتعملي لايك وشير كتير للفيديو. أشوفكم على خير وأشوفكم في فيديو جديد.